لو حضرتك بتجهزي وأول مرة تشتري بوتاجاز أو بتجددي بوتاجازك القديم فالحلقة دي هتكون مناسبة ليكي جدا، فلو سمحتي شوفي الفيديو ده للآخر قبل ما تشتري، هتستفادي كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التفاصيل المهمة عند اختيار البوتاجاز، ازاي اختار افضل بوتاجاز. من الحاجات المهمة يا جماعة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتري بوتاجاز، ما يكونش فيه الفتحات اللي هنا، الفتحات اللي في الجنب زي ما حضراتكم شايفين، علشان بيدخل فيها زيوت ودهون وبواقي طعام. وطبعا التنظيف لسطح بوتاجاز زي ده بيكون صعب جدا في التنظيف. هل الكلام ده بينطبق على كل البوتاجازات؟ لا طبعا، ممكن جدا تلاقوا شركة واحدة فيها الشكل ده وبوتاجاز تاني من نفس الشركة مفهوش الشكل ده. احنا طبعا في الحلقة دي مش هنتكلم على شركات او اسامي براندات، انا هقول لحضرتك تشوف بعينك مواصفات كل ماركة وهل هينطبق عليها الكلام اللي بقوله في الحلقة دي ولا لا. لو بصينا للبوتاجاز اللي في ايدينا ده طبعا هنلاقي ان الشكل اللي معمول فيه شكل مسطح وشكل فلات. احنا نختار الشكل ده علشان هيكون مريح في التنظيف ومش هيجمع بواقي طعام او زيوت او دهون، لان البوتاجاز اللي بيكون فيه الفتحات ده بيكون صعب جدا في التنظيف. ومش كده وبس، ده بيحصل بعد كده برومة وعمره الافتراضي بيقل. فدي نقطة مهمة لازم اخد بالي، وكان لازم انبه على حضراتكم وانا بشتري بوتاجاز لازم اركز على النقطة دي جدا. الجزئية اللي بعد كده هي ازاي اختار خامة افضل بوتاجاز. اهم حاجة كثافة الستيل وخامة الستيل الخاصة بالبوتاجاز، هل ده ستيل حقيقي او داخل فيه نسبة حديد، هل هو صاج او ستيل اوريجينال. اول حاجة هركز عليها خامة الستيل، لان كثافة الستيل بتختلف من بوتاجاز للتاني، وكل ده بيقيم من كفاءة البوتاجاز. ومعلومة لحضراتكم ان كل شركة بيكون فيها بوتاجاز قليل الجودة ومتوسط الجودة وعالي الجودة، وده بيكون على حسب متطلبات السوق. لما نيجي نشوف البوتاجاز زي كده هنلاقي ان كثافة الستيل فيه اعلى من البوتاجاز اللي فات. ومعلومة لحضراتكم ان البوتاجاز اللي بيكون سطحه مطفي بيكون كفاءة الستيل فيه اعلى، وطبعا بيكون اقوى من الستيل اللامع او الستيل العادي. في تعليق مهم حابب ان اقوله، ان لازم تحدد مساحة البوتاجاز قبل الشراء. مهم جدا لحضرتك قبل ما تروح تشتري البوتاجاز انك تكون عارف مقاس البوتاجاز اللي انت محتاجه. طبعا مقاس البوتاجاز بيتراوح ما بين 50 الى 55 الى 60 سنتي، ده بالنسبة للاربع عيون. اما بالنسبة للخمس عيون ففي بوتاجاز 5 شعلة مساحته 60 في 80، وفي بوتاجاز 5 شعلة مساحته 60 في 90، وفي بوتاجاز زي اللي قدام حضراتكم بيكون مساحته 60 في 100 سنتي، 60 في متر. فطبعا لازم تكون عارف البوتاجاز المناسب لمساحة المطبخ ان كان كبير او متوسط او صغير الحجم. فلازم اكون متأكد من المقاس قبل ما اشتري البوتاجاز. العمق ثابت في كل البوتاجازات من 55 الى 60 سنتي. كمان في جزئية مهمة قوي هي حوامل البوتاجاز. في حوامل بوتاجاز بيكون بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم، وفي حامل بوتاجاز بالشكل ده، وفي حامل بوتاجاز تالت بالشكل ده، وفي حامل بوتاجاز رابع بالشكل ده. ايه الافضل فيهم وايه اللي احنا نستبعده؟ اولا ما تشتريش حامل اواني بالشكل ده، وهو الشكل الرأسي وبيكون من الحديد. اشتري حامل بوتاجاز يكون مبطط عشان لما تحط الحلة تثبت، لكن حامل الاواني بالشكل الرأسي بيكون الثبات فيه اقل. طبعا في ناس كتير بتحب حامل الاواني اللي في ايديا ده، لان الحامل ده بيفضلوه وبيعتقدوا انه تقيل ومحمل. وطبعا عن نفسي انا ما بفضلش ده بشكل عام، لانه صعب جدا في تنظيفه، ولو وقع على الارض بيتكسر لانه مصنوع من الزهر. خدوا بالكم، اي حامل مصنوع من الزهر بيتكسر لانه مش مصنوع من الحديد او الاستانلس او التيفال. طبعا زي ما قلت لكم احنا هنستبعد حامل الاواني ده لانه حامل رأسي، فبالتالي لا يعطي ثبات للاواني فوق سطح البوتاجاز. يبقى الاتنين دول مستبعدين. هيتفضل قدامنا حامل الاواني ده والحامل ده. طبعا الاتنين دول يعتبروا كويسين جدا
حامل الأواني اللي موجود في ايديا ده يعتبر مش بطال. بالنسبة للحامل ده يعتبر مش بطال لأنه من الحديد ومبطط عشان يدي ثبات للأواني فوق سطح البوتاجاز. لكن بالنسبة للحامل ده بيكون ليه الأفضلية طبعا، وبيتحدد قيمته بقيمة الشرائية للبوتاجاز. بالقيمة الشرائية للبوتاجاز بيتحدد قيمة الحامل، يعني الحامل بيرفع من تمن البوتاجاز. ده يا جماعة بالنسبة لاختيار حوامل البوتاجاز. وصلنا لجزئية تقفيل العيون واختيار شعلات أفضل بوتاجاز. زي ما حضراتكم شايفين عندنا نوعين في تقفيل الغرف، نظام المواسير ونظام الغرف. وفي الحقيقة هنستبعد البوتاجازات اللي بتكون تقفيل العيون فيها بالشكل ده، عشان لما بيتجمع فيها بواقي طعام وزيوت ودهون ومية بتكون صعبة جدا في التنظيف، وبتعمل صدى وبرومة، وبتقلل من كفاءة الشعلات فيما بعد بصراحة، ولا ليه أي 30 لازم. طيب تختار ازاي البوتاجاز؟ نختار العيون نظام الغرف اللي زي ده كده، بتكون متقفلة بالشكل ده، وطبعا هنلاقيه في بوتاجازات كتير، وتنظيفها بيكون اسهل، واستهلاك الغاز فيها بيكون اقل. يعني نختار الشعلات نظام الغرف وتكون مكون سباف الإيطالي. اختار مفتاحين للفرن ولا مفتاح واحد؟ أنا عارف إن في ناس بتحب وجود المفتاحين مع بعض، وده بيسهل العملية بتاعة الأكل والتسوية والكلام ده كله. الناس بتحب تشغل الفرن والشواية مع بعض، لكن بفكركم إن في مشاكل ظهرت من كتر استخدام المفتاحين مع بعض لأكتر من مدة تزيد عن 10 دقايق أو ربع ساعة، فبنبه عليكم يعني. لكن الحقيقة إن وزارة الصناعة برضو لجأت لإعادة الشركات مرة تانية لتصنيع المفتاح الواحد، اللي هو زي اللي قدامكم، مفتاح للفرن أو للشواية. بنسبة كبيرة بنستخدم الفرن بنسبة 90%، وبعدين لما مثلا بنحب نحمر وش حاجة أو الكلام من ده بنستخدمها بنسبة 10%، فده بيكون أفضل والسيفتي بيكون أعلى شوية. هتكلم دلوقتي عن الأمان الكامل ووظيفته والإشعال الذاتي والفرق بينهم. في بوتاجازات بيكون فيها نظام الأمان الكامل، وفي بوتاجازات بيكون فيها نظام الإشعال الذاتي فقط. إيه هي وظيفة الأمان الكامل؟ الأمان الكامل ده بيعمل إيه وشكله إيه؟ الأمان الكامل ده عبارة عن إبرة الأمان الكامل اللي أنا بشاور عليها دي إبرة، وده الإشعال الذاتي. الأمان الكامل يا جماعة أي فوران أو مادة سايلة نزلت على البوتاجاز بيفصل لوحده، بس هنا بيفصل غاز ونار، بيفصل غاز ونار. طيب في أطفال دخلت المطبخ وبتلعب في البوتاجاز، برضو بيفصل الغاز. دي وظيفة إبرة الأمان الكامل عن الإشعال الذاتي. الإشعال الذاتي هو يا دوبك أنا بثبت إيديا شوية، أو لو في لوحة التحكم الإشعال الذاتي الزرار بتاعه، فبيبدأ إن هو يولع النار بتاعة الشعلة. ده الإشعال الذاتي بس، إشعال الذاتي فقط، مفهوش جنبه الأمان الكامل. يبقى الفرق بين البوتاجازين، البوتاجاز بيكون ده الإشعال الذاتي فقط، والتاني بيكون في إبرة الأمان الكامل وجنبه الإشعال الذاتي. وبالمناسبة الأمان الكامل بيعلي من تمن البوتاجاز. مهم جدا جدا يا جماعة واحنا بنشتري بوتاجاز يكون تابع لشركة من الشركات القوية وسمعتها في السوق كويسة جدا، وليها مراكز صيانة وتوافر قطع الغيار، ويكون ليها وكيل قريب منك علشان ما يحصلش مشاكل بعد كده وما نقدرش نعمل صيانة للبوتاجاز او نوفر قطعة الغيار. طبعا استهلاك الغاز بيكون اقل في الفواني ذات الشعلات الثلاثية. البوتاجاز الافضل بيشتغل بنظام الفواني ذات الشعلات الثلاثية، او بمعنى ادق ان نظام الفواني بيتم فيه توزيع الغاز بشكل اقل. لكن لو بصينا على بوتاجاز تاني من نوعية زي كده، طبعا هو مفيش بقى ولا مكون سباف الإيطالي ولا حاجة، ده نظام المواسير والنظام القديم. لو بصينا على البوتاجاز ده هيكون في نظام وانت داخل المطبخ هتشم ريحة الغاز، وطبعا توزيع الغاز في كل اتجاه، فبالتالي هو بيستهلك غاز أكتر من نظام الفواني. في ملحوظة هنا بالنسبة لفرن البوتاجاز، لابد من اختيار البوتاجاز الجيد او افضل بوتاجاز يكون فيه عزل الفرن بتاعه كويس، عشان ما تطلعش حرارة الفرن على واجهة البوتاجاز او تحصل مشاكل بعد كده زي ما بنسمع ان المفاتيح ساحت، المفاتيح في ايديا بتكون سخنة. فطبعا ده بيتوقف على العزل الجيد للبوتاجاز اللي موجود داخل الفرن. وخلي بالكم من اللي هقوله ده، لو البوتاجاز واجهته زجاج لازم نبص على مروحة تبريد،
وطبعا يفضل داخل الفرن مروحة توزيع حرارة عشان التسوية الجيدة. بعد زيادة الأسعار في حاجة مهمة حابب أقولها، مش كل بوتاجاز يعجبك شكله وخلاص، أهم حاجة المضمون، ومش كل واحد يقولك البوتاجاز ده إيطالي تصدقه، ولا مكتوب على الشعلة من بره ميدن إيطالي يبقى خلاص مصنوع ومتجمع في إيطاليا. اختار البوتاجاز اللي تحس إن الفينش بتاعه فعلا ممتاز وهيعمر معاك. اختار من خامات الستيل الأصلية، خد معاك مغناطيس عشان تعرف الستيل ده حقيقي 100% ولا ستيل مقلد. البوتاجاز من أهم الأشياء الموجودة عندك في البيت، لازم تختار بوتاجاز آمن عشان الأطفال. ما تعتمدش على السمعة اللي هيسوق لك بيها البياع أيا كان، كل بياع عايز يبيع المنتج المفضل بالنسبة ليه واللي هيحقق من وراه ربح. فياريت تهتم بالنقاط البسيطة اللي قلتها في الحلقة، وخلي الشكل آخر حاجة، أهم حاجة الإمكانيات والشركة تكون كويسة. وفي نهاية الحلقة أحب أشكركم على المتابعة، وأحب أشكركم على الدعم والثقة، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله في ريفيو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.